مجاهد، هل أغلق كتاب الثورة المصرية في مصر بالانتخابات الرئاسية أو الانتخابات الرئاسية بعد الانقلاب العسكري من وجهة نظرك أم لا؟ لا، ما أظنش. عشان الأسباب اللي حصلت الثورة المصرية لسه موجودين. الأسباب الأساسية اللي خلت الناس تنزل وتطالب بحقوق ما اتغيرتش. فاللي بيحصل دلوقتي هيخلي الناس ممكن تستنى، وممكن في الوقت الحالي شكل البلد هيكون فعلا الثورة ماتت، بس الشباب اللي عملوا الثورة أول ثورة، الثورة الوحيدة، ما تغيروش، والمطالب بتاعتهم ما اتحققتش. فاللي حصل في يناير في 2011 هيحصل تاني في وقت في المستقبل. بس الخوف الوحيد اللي عندنا إن مش هيكون بالصورة الإيجابية اللي احنا شفناها في التحرير، ممكن يبقى بصورة تانية عشان العنف، عنف الدولة اللي شفناه في السنة اللي فاتت. وبالتالي تتوقعي موجة ثورية جديدة، لكن يصبغها عنف وليست كسلميتها في 25 من يناير. ممكن احنا ما نعرفش هتبقى شكلها ايه، بس اكيد هيحصل حاجة. والوضع دلوقتي مش يعني ما فيش امان. لو حد بص على مصر وقال ان في انتخابات فمعنى كده ان ما فيش حاجة هتحصل والدنيا هتمشي كما هي، يبقى مش فاهم ايه اللي حصل اصلا في 2011. وايه اللي حصل اصلا في 2011؟ في 2011 الشعب يعني الاسباب كتيره وكلهم لسه موجودين، ومش بس يعني واسوأ. قرر ان خلاص كفايه كده ولازم تغيير. فده هيحصل تاني طالما